الآن نتطرق إلى المد الأول الملحق بالمد الطبيعي، وهو مد البدل. مد البدل. مد البدل أمره سهل جدا أيها الإخوة. اسمعوا مني هذه الكليمات. مد البدل هو كل همز ممدود. كل همز ممدود. يعني نحن قلنا الحروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، هذا ما قبلها إذا كان همزة بدل ما نقول طبيعي بنقول بدل. الواو الساكنة المضموم ما قبلها، هل ما قبلها هذا إن كان همزة يعني بدل ما نقول طبيعي بنقول بدل. كذلك الأمر ياء ساكنة قبلها كسرة، إن كانت هذا الحرف المكسور إن كان همزة بدل ما نقول طبيعي بنقول بدل. ما أظنه صعب. إذا مد البدل حالة خاصة من حالات المد الطبيعي، صادف أن كان الحرف الذي قبل حرف المد همزة. واحفظوا هذه الأصوات الثلاثة: أو إي، هذا مد البدل بس. وطبعا لما قلنا حالة خاصة من المد الطبيعي معناها كم يمد؟ يمد بمقدار حركتين. مثل آمنوا، أو مثل أوتوا، إي مثل إيمانا. إيمانا إي لو سئلنا ما هذا المد نقول بدل. ما قلته نراه على اللوحة التي أمامنا الآن. نرى على اللوحة المد الثاني من المدود التسعة في كتاب الله عز وجل، مد البدل، هو كل همز ممدود، وهو حالة خاصة من الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين نحو آمنوا. لاحظ هنا المد وين جاء؟ في أول الكلمة، وأصلها أأمنوا. أوتوا أصلها أؤتوا، وأصل أؤتوا أؤتيوا بوزن أفعلوا. إذن أوتوا. إيمانا أصلها إئمان بوزن إفعال. هذه الأمثلة الثلاثة جاء مد البدل في أول الكلمة، يعني بمعنى بعد الهمزة مباشرة: آمنوا أوتوا إيمان. بينما المثال اللي السطر الثاني الآن حرف البدل جاء فين؟ في وسط الكلمة: القرآن. يراءون. طبعا لما نقول يراءون ما قصدنا الألف التي قبل الهمزة، قصدنا الواو التي بعد الهمزة، لذلك لونت بالأحمر. الخاطئين، أيضا الياء التي بعد الهمزة هذه مد بدل في وسط الكلمة. السطر الثالث والأخير يكون حرف مد البدل في آخر الكلمة: رأى. رأى. لاحظوا بأن حرف البدل ومد البدل جاء متطرف. وجاءوا، حرف المد جاء في آخر الكلمة وهو مد بدل. آبائي، أين مد البدل؟ ليس آباء وإنما إي. نعم، همزة بعدها ياء. إي كما ذكرت لكم 3 أصوات: أو إي فقط. هذا هو مد البدل.